صاحبتي اجمد من صاحبتك، صاحبتك عامله فيلر، انا نفطر بيك الصبح، انا سيريال كيلر. صايعه دي قوي، صايعه. استغفر الله العظيم يا رب. سيريال عشان هو كورن فليكس انت يا ابني، وكيلر فسيريال كيلر، دي صايعه انت قوي. يالا سيب اللي في ايدك ده وتعالى. يا بابا انت شايفني قاعد بعمل مزيكا. ما تلوكش كتير، سيب اللي في ايدك ده وتعالى، عايزك في كلمتين. يوه بص بقى، انا دي اخر مرة هتكلم فيها في الموضوع ده. يا بابا انا مش بس اخرس، مش ابن الديزل اللي ما يطلعش لعيب كورة. يا بابا انا اصلا ما بعرفش العب كوره. يا ابني ومين بيعرف؟ يا بابا انا عايز اعمل مزيكا واسمع الدنيا كلها اللون بتاعي، تسمع؟ بسمع ايه؟ بقول لك ايه، هو مفيش غير اللون ده. وبعدين يا ابني مزيكة ايه وكلام فارغ ايه؟ انا بقول لك لعيب كورة، فاهم يعني ايه لعيب كورة؟ يعني شهرة، يعني احترام، يعني فلوس، يعني اعلانات، حتى لو بوشك الشنف ده. وبعدين انت لازم تطلع لعيب كورة. انت مش عايز تفرح ماما ولا ايه؟ ها؟ عايز افرحها طبعا، بس ماما اصلا عمرها ما كانت بتحب الكوره. والله يا ابني ولا بتطيق الكورة، بس هي طالعه لي من يومين قالت لي انا عايز امثل، معرفش. طيب خلاص اخدها ورايا في الكليب. انت عبيط يالا، امك تطلع لي على التلفزيون تترقص؟ ده عمر ما حد عرف يعملها مع ابوك. انا في الملعب اي حد يعدي مني كنت بقصه على طول، صليبي. يا ابني امك تطلع معاك في اعلان تبقى فخوره بيك، اللي هي تبقى ام البطل، ان هي كبرت لعيب كوره. يا بابا بطل ايه؟ بابا انا بقيت خط نص زي حضرتك، مفيش واحد في الملعب ما لبسنيش كوبري. ده العيال كانت بتقول لي يا مدينه نصر، بعد كده ما لقوليش مركز قاموا حاطيني حارس. الماتش اللي فات عبيت 4 تجوان، ولولا ان الحكم صاحب حضرتك الماتش كان بقى فضيحه. والله يا ابني هو الماتش كان فضيحه، بس بقى بقول لك ايه، ما تاخدنيش في دوكه. انت هتلعب كوره برضاك، غصب عنك هتلعب كوره. انا مكلم لك عمك ارني كلوت، موقف التمرين ومستنيك. هتلبس تاخد شطتك وتنزل تتمرن، وبعدين شد حيلك، خلاص موسم كاس العالم داخل. انا مكلم المدير الفني بتاع المنتخب، عايزين نسافر امريكا ونتبسط احنا والعيله. ولا هنسافر ازاي؟ ما هنسافر مع البعثه. ها يلا يلا يلا. يو بقى، وانا اصلا كوره يا بابا. يا محمود حودة، ما تعيطش يا حبيبي. الدوري المصري اعمل حلقة عن الدوري المصري. بصوا يا جماعه، بصراحه انا كنت خايف. لا انا كنت مش خايف ابقى متحيز ولا خايف اتكنسل. بصوا انا كنت خايف وخلاص، بس انا قررت ان انا اتجرد من جميع الواني واعمل حلقه عن الدوري المصري، الدوري اللي انا مش بتابعه اصلا. وعايزك انت كمان تتجرد، عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، او عزيزتي المستمع اللي هي بتشغلني وهي بتغسل المواعين، علشان الحلقه دي محدش يستجرى يقولك على المطبخ، لان جيس وات جوكس اون يو، انا اوريدي في المطبخ. عايزكم يا جماعه تتجردوا من جميع الوانكم. اقلعوا لباس الفضيله، وعايزين كده نقعد مع بعض قعده حلوه كده، قعده ما فيهاش حد من ولاد زموره ولا عيال من مواليد التتش. مش عايزين قعده فيها عيال صفرة، عايزين نقعد كده قعده مانجا، قعده على بور. واللي مش هيفتح مخه معايا في القعده دي هركبه النحو. تمام. الدوري المصري هو جريمة مكتملة الأركان، وبيشارك فيها عناصر كتير قوي، وأنا هقول لكم العناصر دي كلها، فخليكم معايا لحد الآخر. احنا اتفقنا هنتجرد صح؟ أنا هبدأ بالعنصر الأساسي وهو الكورة. لا أنا أكيد يعني مش هتكلم على حتة الجلدة، أنا هتكلم على لعيب الكورة، أحد المتهمين الرئيسيين في جريمة الدوري المصري. وهنا بقى احنا هندخل بالبوكس بظهره وهنلم اللي هنطوله. ليه؟ علشان احنا ما عندناش لعيبه كوره. حط صلاح على جنب، ما عندناش بقى، هنفضل نقول ونعيد ونزيد. يا راجل ما عندناش بقى، يا راجل كفايه، ما كفايه بقى. اللاعب المصري اللي ما بيعرفش يعمل 3 باصات في الماتش ورا بعض. الكرة بالنسبة له هي مقاولة مش مناولة، ويا ريته بيعمل بيها حاجة، هو بيقوم مشتتها على السقالة، شغل صناعية. وبرغم الشغل الصناعية ده بقى هو عمره ما بيعرف لا مؤاخذة يبني من الخلف. لا خلف ايه اللي انت بتقوله ده؟ عيب وحرام يا بيه. اللاعب ده بيبقى طاقي،
فبتلاقيه صايم عن التهديف لمده سنه هجريه كامله، واول ما يجيب جون يقوم قلع التيشيرت وحالف طلاق بالثلاثه ما هو مكمل الماتش، او مثلا يقعد يعمل لكم مش الحاسم اللي يقعد 89 ماتش ما يسجلش، لا، او مش سامعكم ليه؟ عشان تقولوا وش هذا الشرس اللي هذا مركز في المباراه لازم ندعمه. اللاعب اللي اول ما ربنا هيكرمه هيعمل حاجه من الاثنين، يا اما هيبعت نودز الموديل على سناب شات او هيتجوز على مرات واحده تانية. اللاعب ده بيبقى ليه دوره حياه كده معينه، خلينا استعرضها معاك. اللاعب ده يلتزم 3 شهور قبل فتره الانتقالات، يمضي عقد مع نادي كبير وعقد مع ابراهيم الصغير. ايوه يا عمرو يا حلاق، انا عايز اقص الجنبين وارفع استشوار عشان شعري هايش. ابراهيم الصغير الحلاق ده بيقوم ماسك اللعيب عامل له تسريحه طرش، زايح له زلحه كده من الجنب، وعامل له هايلايتس صفرة، علشان دي بتبقى هي الهايلايتس الوحيده اللي موجوده في حياته، هو مفيش هايلايتس في الماتش، فنعملها له بقى ايه في دماغه، يقول له غمض عينك بقى عشان انا هاكلك واحده في حاجبك بنت هتخلي شكلك ستايل فشخ في وسط اللعيبه كلها. وعشان يكمل الستايل ده يقوم راح جايب بناطيل مقطعه بنته اوسخ من بناطيل الافريقي، ودي اللي هي البناطيل اللي بتبقى في ارماني عليها اكبر ديسكاونت، اللي هو المصمم بيبقى عاملها وهو تحت تاثير الايس، فعشان كده بيقوم عامل بنطلون تلجي ومقطع، يروح ما شاء الله يشتري عربيه حلوه يعني ربنا يبارك له فيها، ومتصور قدامها لابس قطايه بتبقى واسعه عليه كده وكاتب الكابشن ايموجيز. اللاعب اللي اول ما بيجيب 5 اهداف في الموسم مره واحده يقوم قاعد يقول لكم حان الان موعد التجديد. انتوا مش عارفين ان انا جالي عقد احتراف ولا ايه؟ ايوه يا عم جالي عقد احتراف من نادي بركه السبع الخليجي، هروح اقعد في البركه وهستنى السبع يجي الجون. او حارس المرمى اللي هو ابعد ما يكون عن الحراسه، هو حارس عقار، هو عم حارس بيحرس اكتر منه، تنك قوي، تنك وبيتنك عليه عشان هو رضي ان هو يقف جون. كل الحراس في الدوري المصري بيبقوا نازلين قافلين وشهم ومكشرين ومادين بوز وعاملين فيهم اللي مكفيهم علشان محدش يقول ان هو الجون اللي دخل ده سببه، ولما بيدخل الجون ملفات المدافعين اللي قدامه كلهم، وهي اصلا الكره داخله ما بين ايديه، اللي هو هيحسبها حركه قياده وجرينتا وبتاع، ويقعد يقول له ياسر يا ياسر. الحارس ده بقى لو ربنا كرمه وصد كوره مره واحده يقوم نايم على الارض قاعد، قلع الجوانتي، قلع التيشيرت، قلع البنطلون، قلع الشراب، قلع الجزمه. في ايه يا اسطى مالك؟ في هو انت ايه الهدوم اتبلت وانت بتعمل دايف على الكوره؟ لا بس معلش عشان ساعه عايز اتفرج على نفسي وانا بصد الكوره. هو ايه وانا بيجي عليا الكاميرا كل ماتش؟ الحارس ده بيصد من خارج المنطقه، والموضوع ده اتكرر في سابقه في العالم مرتين عندنا هنا في مصر. مره في زمن تقريبا العالم كله كان فيه اعمى، لا اللعيب اتكلم ولا الحكم اتكلم ولا المدربين اتكلموا ولا الجمهور اتكلم ولا المعلق اتكلم، كان تقريبا جليتش في الكون، محدش اتكلم وعدت عادي مرور الكرام، كان الموضوع ده بيحصل عادي. ومره تانية حصلت في دوري 2025 في زمن الفار، بس اللاعب علشان هو لاعب فهو بيعرف يراوغ، بيعرف يعدي، فما تقدرش تمسكه وتقول ان هو ده برضه هو المتهم، هو ده السبب. ففي لعيبه علشان تفضل تاكل في قته محلوله واكل ومرعى وقله صلعه، قصدي يعني ان هو بيبقى معاه فلوس كتير فبيقدر يزرع شعره فما بيتعرضش للصلع الوراثي، يعني سيبك من الموضوع ده. يعني اللعيبه دي لازم تشوف لها بروفايل علشان تعرف تعيش. يعني سيد حزوقه الملط اللي بيفضل يحزق، هو بيشخ في الملعب شخاخ، بس هو شاطر في ايه؟ في وكده علشان يتقال عليه رجوله. اصل الرجوله دي بتاكل قوي مع الشاب البسيط اللي هو ما يحلتوش غير الفقر والجدعنه والعرق والحزق والقولون العصبي. وفي اللاعب العالي سبايسي الحراق نجم السوشيال ميديا والحته المولعه والموحوحه اللي هي بتجيب بواسير وقولون، دي ده ما بيعرفش يلعب كوره، بس لا مؤاخذه بيعرف يلعب لا مؤاخذه يعني في نفسيه المنافس، مقضيها طول فترته في النادي ستوريز كلها اخطاء املائيه بنت ما تطلعش في عيل في ثالثه ابتدائي. بس سيبك انت، الستوري بتنزل من هنا تجيب شياط على طول، شياط يخلي الواد ده قاعد في النادي 7 سنين بيجدد وهو قاعد على الدكه. وفي بقى طبعا هادي ابن النادي ده ساعات بيبقى ابن 60، هو ساعات بيبقى ابن عاق وابن متلاعب، كل شويه يقول لامه اللي هو حضرتك كمشجع كوره يعني، وابوه اللي هو النادي انا ماشي، فانت تقوم مصوت يا لهوي ابن النادي، لا يا ابو نادي شوفوا يا ابو نادي عايز يعمل ايه وجدد له بس ما يمشيش، ابني يفضل في حضني ما يطلعش بره. وطبعا يفضل يبيع ويشتري فيك، وكل ما تيجي تعمل له حاجه انا همشي هروح لهم، ترضوا ابن النادي يمشي؟ لا والنبي ما نرضوش، جدد له يا ابو نادي. وفي طبعا هوهو الوفي اللي من وفائه وحرقته وهو بيجيب الجون وبيعمل كده على الفانيلا من كتر وفائه الكلاب ما لقتش ليها عيش في البلد دي، قعدت طول
وفي بقى ولاد اللعيبه، انا بحب ولاد اللعيبه قوي. ليه؟ علشان انا بشوف فيهم تربيه بابا، بشوف تربيه اللي هو اللعيب الكبير اللي هو المحترم. اصل اللعيبه بتاعت زمان كانت محترمه قوي، فهو بشوف فيهم الحزم بتاع الابهات. يعني الواد ما بيعرفش يلعب كوره، ما بيعرفش، بس بحس ان بابا بيقوم راح قايل له بص بقول لك ايه، ولا بقى اخرس ما تتكلمش معانا، عارف ان انت ما بتعرفش تلعب كوره، بس انت هتلعب كوره عشان تبقى محترم، تمشي جنب الحيط وتاكل عيش، فاهم؟ فاستهدى بالله بقى وسيبك من الهبل ده. عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى ماركتير؟ عايز تبقى اكونت مانجر؟ عايز تغني؟ عايز تبقى ايه؟ فاكر نفسك مين؟ فاكر نفسك ليجاسي مروان بابلو؟ وبعدين ما احنا بقى عايزين بقى نفوق بقى. ماما عايزه تمثل واختك برضه عايز تشتغل في النادي، ما عايزين نعمل كوميونتي. وفي متهم تاني غير اللعيبه وهو الانديه. بس المفاجاه بقى ان انا مش هتكلم على الانديه. عارف ليه؟ علشان ما تكنسلش بصراحه. اصل احنا هنا عندنا في مصر شويه حاجات كده ما ينفعش تتكلم فيها، يعني ما ينفعش نتكلم في دين ولا جنس ولا السياسه ولا النادي. الانديه في مصر بقت عجيبه جدا، وخصوصا في موضوع الصفقات. يعني الصفقات الموجوده دلوقتي بالكواليتي الموجوده دي هي صفقات مخدرات، هي صفقات اسلحه، بس اسلحه فاسده. يعني اصل يعني ايه لعيب صانع العاب صانع طول الموسم 3 العاب بلاستيكيه، ومهاجم جايب 3 اهداف ذاتيه، والنادي طالب في كل واحد فيهم 60 و70 مليون. لو ما قال لك ايه لا 60 مليون ده السعر ده كان امبارح قبل ما اسمه ايه ده النادي اللي هو غريمك ده. ايوه يا عم هو ده دخل على الخط امبارح وعايز اللعيب. فشوف انت بقى، فيقوم بقى فاتحين مزاد على كابتن هاني وكابتن حماده شامتها ده، مين فيهم اللي النادي بتاعك هيفوز بخدماته. كفر فلقس الصاعد حديثا للدوري الممتاز عنده وينج ب 80 مليون. ليه؟ ارقام مميزه، اكتب عندك 012 3 5 9 66 عدى من 3 لعيبه. لا مش مع بعض. لا ولا في ماتش واحد. عدى من 3 لعيبه بالمكنه بتاعته على الدائري. يا عم انت مالك؟ انا حر يا عم، انا مقدره بكده. ما هو اصل يعني اصلا مفيش حاجه حاكمه الموضوع، انت فاهم؟ زي سوق العربيات المستعمله كده بالظبط. يعني في البضاعه البايظه وفي المغفل اللي هو بيشتري، والموضوع كله يعني وطلب. الدوري بقى نفسه اللي هو بقى رتمه لا مؤاخذه عيان بيمارس البغاء مع ميت في وسط حضور كامل من الاعضاء اللي من قله الاثاره كلها نامت. انا هنا قصدي على اعضاء مجلس الاداره، يعني اللي بيبقوا قاعدين في المدرجات كانهم جمهور. يعني مالك في ايه؟ يعني معروف الدوري دلوقتي بقى عباره عن ايه؟ يعني موجود القطبين الذي لا يجب ذكر اسمهم مع النادي اللي معاه فلوس كتير. ال3 انديه دول اتحطوا في دوري شركات. الدوري ده بقى عباره عن دوره رمضانيه بتجمع ال3 انديه دول مع شركات الكوربريت، وهي دي النسخه الجديده بعد تراجع انديه المؤسسات التي لا يجب ذكر اسمها برضو، مش عشان ما تكنسلش، لا عشان ما تحبسش. اللي كان فيه مثلا منهم برضو بتاع 6 7 انديه من المؤسسات برضو دي. دوري الشركات ده بقى مليان شركات من كل شكل ولون، وللاسف ما بقاش عندنا دربيات قويه زي مثلا ديربي البكاسه ما بين غزل المحله وبلديه المحله، او ديربي المعدن الاصيل ما بين الكروم والالومنيوم. وظهرت دربيات من نوع اخر، يعني في مثلا ديربي تشيل اوت ما بين انبي وبتروجيت، ناس بتبيع بنزين سولار انابيب ومشتقاتهم علشان كده اسعار لعبتهم ولع نار. او في ديربي الصنايعيه ما بين سيراميكا كليوباترا والشرقيه للدخان، ده قبل ما تروح تشتري منه لعيب بيقعد يبص لك كده يقيم مستواك الاجتماعي والجماهيري علشان يعرف يبيع لك اللعيب ده بكام. عندك بقى الدوري مليان شركات، يعني شركه ادويه علشان تعالج لك الحرقان اللي عمله لك علي سبايسي مثلا، على شركه اسمنت، على بنك، على معهد في القطاميه بياخد من 60%، على شركه مقاولات. بص احنا هنشطب الدوري ده وهنديك رن. شاب انت قعدت استدركتني في الكلام، وفي واحد داخل علينا اهو بكومباوند في الشيخ زايد عامل نادي وبيقول لك الجونه مش احسن مني في حاجه. الانديه دي بقى على كل الغاغه اللي هم عاملينها دي، انا اسف يعني مع احترامي، لا عندهم لا تاريخ ولا جمهور ولا لعيبه، بس عندهم يعني لا مؤاخذه فلوس. الانديه الجماهيريه الباقيه مع انها متهم رئيسي وفي شكوك كتير قوي حواليها زي اهدار المال العام مثلا، ما نقدرش نتكلم معاها. ليه؟ علشان محبوبين. هتعرف تعمل معاهم ايه؟ هتعرف تنزلهم؟ هتعرف تحاسبهم؟ هتعرف؟ ما تعرفش طبعا. ليه؟ انت عايز تقوم مصيبه؟ يوتي بموت في الانديه الجماهيريه دي كده خالص. بص انا سعيده مهما عملوا، لكن اللي مش ممكن ان انا ما اوجهلوش اصابع الاتهام هم الناس اللي بتدير الانديه دي او القائمين
مسؤولين على اداره اللي ما يسمى بالرياضه اللي هي بتتلعب دلوقتي اللي هم مسمينها كره القدم في مصر. يعني عندك رؤساء الانديه النرجسيين، محبين الشو اللي بيحبوا المداخلات التلفزيونيه والفيديوهات الشائيه والبيانات الناريه، الاتحاد سيد البلد طبعا، بس انا هنا قصدي على الاتحاد اللي بيدير الكوره هنا في مصر. يعني انا افتكر مثلا في مره ان احنا لحمنا بتاع 9 دوري في بعض، احنا قاعدين مفيش لا راحه ولا بالراحه، احنا شغالين دبل شيفت، ورانا اقساط تقريبا عايزين نسددها، بنلعب ماتشات الدور الاول في الدور الثاني وماتشات الدور الثاني في الدور الارضي، بنلعب كاس السنه اللي فاتت السنه دي، وكاس السنه اللي جايه احنا لعبناه من سنتين اصلا. احنا عايشين في مسلسل دارك بطوله الاوسكار وينر الحاج عامر حسين، يعين لك حكام بقى. بس اسالك سؤال، انت بتكره الحكم ده بجد؟ والله تكرهه جامد قوي يعني؟ ظلمك بجد؟ طب يا عم الف مبروك، الحكم ده يا سيدي والله هيظلمك في ماتش بكره. يلا يا عم انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ حكام ايه؟ حكام اجانب؟ طيب يا سيدي ماشي يا عم، خد يا بابا الحكم ده اهو، ده حكم ابراهيم نور الدين، ده حكم من جنوب افريقيا. ومش فاهم انت مالك متضايق ليه؟ زعلان ليه من حكم الرايه؟ سرحان ما خدش باله من الكره اوف سايد؟ ما ضياء السكران، هنعمل ايه طيب؟ الفار والله ما مش شغال، معلش والله، احنا شلنا فيشه الفار وحطينا فيشه الكات عشان كنا بنعمل كوبايه شاي. ومراقب مباراه ايه؟ احنا يا ابني بنراقب الناس ما تهمن، ما احنا هنكفر. دوري بيتلعب على ملاعب قبل ما يتلعب عليها الماتش ده كان في حرب طروادة، الحصانه ممكن تتكعبل على الارض دي، اللعيب لو عدى الكره لا ما بتعديش، نجيله من كتر ما هي نجيله صلبه، اللاعب لو وقع ممكن كسر، بلعات عند رايت الكورنر تجيب للاعب التواء، ممكن تلاقي نخله زي اللي موجوده في استاد المقاولين مثلا، نخله موجوده في الكادر، في رصيف علشان لو في مثلا فرقه بتركن الاتوبيس. فالمفروض بقى اللعيبه اللي هي نصها عامل فورمه محاشي وعندهم عيب دول، والنص التاني عامل فورمه ضرب ومحتاج كوبايه لبن ومحاليل، مع الملاعب دي مع الاداره دي يعملوا ماتش حلو. ومع مين؟ مع الكوتش ده. انا اسف يا جماعه بس انا بكره المدربين المصريين، انا بكره المدربين المصريين، من اول المدربين بيقعدوا يزعقوا في الناشئين ويقعدوا يقولوا الواد العب اخلص خلص، لحد اللي بيطلع بالليل يقعد يزرط ويجايص في برامج التحليل ويعمل لنا ان هو كان فاهم وهو اصلا مهبط الفرقه بتاعته 3 مرات. وسبب اساسي من كره المدربين المصريين هو مدرب انا مش عارف اسمه، بس المدرب ده قرر ان هو هيدخل على مجموعه من الشباب الناشئين الواعدين ويسميهم باسامي لعيبه اوروبيه. ايوه انت ايوه انت حبيبي، انت يالا انت ندفد يالا، انت بس ناقصك الشعر الاصفر الطويل وتبقى جنسيتك تشيكي ورقم 11 وبتاع 93% من اساسيات كره القدم، واللي وراه ايوه اللي وراه ده انت يالا انت بيكهام يالا، تلعب ايه؟ قلب دفاع؟ بس انت بيكهام. طب ازاي؟ فاهمهاني؟ طيب انا مش فاهم يا جماعه ازاي. انا بتضايق قوي من اللي بيسمي اسامي لعيبه مصريه على اسامي اللعيبه الاجانب. يعني اقول لك ده اجويرو ليه والله قصير وصبغ شعر، وده دي ماريا ليه سواء رفيع محتاج برضه محلول علشان يتعامل، وده لا ده راموس ده متيب. يا جماعه احنا اول بلد يبقى عندها 3 ميسي، احنا عندنا احمد عادل ميسي ومصطفى سعد ميسي، وباي ذا واي يعني الاثنين بيلعبوا في فريق واحد اللي هو فرقه زد، ومحمود ميسي. بس والله محمود ميسي ده لعيب ظلمته جنسيته، يعني كان لعيب كويس بس والله غصب عنه. يعني جماعه احنا عندنا لعيب قرب على 30 سنه واسمه على اسم يامال، على اسم لامين يامال اللي هو لعيب اصلا عنده 16 سنه، يعني هو متسمي على اسم لعيب قد ابنه. المدربين المصريين بيكرهوا الكوره، لا بيكرهوا الكوره بجد، ما بيحبوهاش. اصل يعني تخلص ماتش الداخليه مثلا سنه 2019 او سنه 2021، الماتش ده لو العساكر اللي بره بالعساكر الشرطه خدت فرصه بالبياده بالشده اللي هم شادينها دي كلها، هيقدموا كوره احسن من اللي قدمها كابتن علاء عبد العال، علشان ده يبقى اسلوب اللعب بتاعه. يعني في وقت تصوير الحلقه دي كابتن علاء عبد العال هو بيدرب غزل المحله زعيم الفلاحين دلوقتي، هو لعب 6 ماتشات متعادل منهم 5. ليه؟ انا بكسب بونت اكسب بونت. ناس تقول اللي عايزينه هي دي كوره عايزين ايه؟ رخصه تدريب؟ لا يا عم انا عارف حد في مرور الجبلايه هيمشيلنا يعني القصه دي، ما تقلقش. احنا بنشوف من المدربين تكتيكي، احنا بنشوف طريقه التيكي ناك انت واللي تشدد لك. والحمد لله مدربينا عاملين عقم فني علشان ما نجيبش جوان بنت حرام. حتى المدربين الاجانب اللي بنجيبهم، يا اما بنجيب مدربين اجانب بيجوا يعملوا علينا مصلحه ويقلبونا في كام قرش وبعد كده يرفعوا علينا قواضي بعدين، يا اما مدربين كويسين اول ما بيعملوا معانا كام ماتش حلو الخليج مره واحده اللي هو واو تحفه الواد ده انا هاخده على طول ونسفره بره، يا اما بنجيب واحد مثلا متوحد قاعد على
الخط عامل كده طول الماتش، طول ال 90 دقيقه. طب ما تغير يا ابني. او مدرب عنده فرط حركه قاعد عمال بيطلع ويتنطط وينزل وياخد له يلف حوالين التراك 4-5 مرات. او مدرب شبه ممثلين افلام مثلا اللي بينقل بقى العبث والهرتله اللي انا لسه قايلها دي، هو برضه متهم اساسي في الجريمه دي، لانه مش بيتستر على الجريمه، لا ده بيذيعها وبيذيعها وحش كمان. يعني من اول دائم الابداع والامتاع مخرج المباراه اللي بيجيب اي حاجه في المباراه الا المباراه. يعني يشوف مثلا واحده قاعده في الاستاد يقول لك بقى هات لنا بقى ايوه بقى الكاميرا على المزه دي، خلينا يا عم نروق على الشباب التعبانه اللي قاعده على القهوه، اهي تبقى حاجه مثيره في الماتش. تلاقي الشباب قاعده على القهوه بقى دي ينفع تروح زعلانه؟ ايه ده؟ عادل شكل في المدرجات؟ انا نقطه ضعفي قطر 6 لا تلت. ثبت لي بقى الكاميرا عليه 3 دقايق. طب بصوا بقى انا هقول لكم على حاجه، احنا هناخد صوره خالد قمر مع صوره القمر نحطهم مع بعض بحيث ان احنا نعمل جناس تام، ابسولوت سينما. انت شكلك يا مشاهد، انت يا متابع مش مصدق ان الحكم حسب 5 دقايق وقت بدل ضايع. فستوب بقى يا جدعان، ستوب، معلش احنا اسفين، هنقطع الهجمه اللي احنا مستنيينها بقالنا 90 دقيقه دي ونجيب الصوره على الحكم الرابع من ايام ما كان حكم ثالث، وهو لسه عمال بيحضر في البورد وبيكتب الرقم عليها وبيتمشى وبيتناقش مع واحد وبيرفع البتاع، واحنا ما فيش بقى الماتش، احنا مش شايفين حاجه بتحصل. هو في جمهور في الاستاد صح؟ صوتهم عالي قوي، شكلهم بيشتموا. هما بيقولوا ايه دول؟ بيقولوا في الثالثه ايه؟ في الثالثه شمال هو احنا خلاص بقينا نقول الكلام ده كده عادي شمال. والتانيين دول بيقولوا ايه؟ بيقولوا في الكورفه سود اسمها سمر. ايه العنصريه بقول لك ايه، بص اقطع لي الصوت احتياطي، انا مش عايز مشاكل. هي الكوره فين؟ احنا عمالين بندور على الكوره مش لاقيينها. كوره مع فايق، علشان كده الكاميرا مان قاعد عمال يدور عليها مش لاقيها. عيد لي بقى لقطه اللاعب اللي هو خارج شاط ازازه الميه دي، ايوه عيدها لي بالتصوير البطيء كده 5-6 مرات. ما هو اصل اللاعب ده ما شاطش حاجه طول الماتش غير الازازه دي، فهنقعد نعيد فيها. ده دخل جون وانا بعيد اللقطه دي. ايوه طب هنعمل ايه بقى؟ طيب خلاص يا عم هعيد لك الجون ده، انت مشاهد بكس مالكش في السينما، يلعن ابو الجهل. طبعا برضو مع تحيات الوحده 21. وطبعا عشان نكمل اللوحه الخرائيه دي كلها، احنا هنجيب اسوأ اصوات في العالم تعلق على الماتشات. هنجيب الكروان صاحب الصوت العذب اللي هيقول ايه ويعيد ايه، مع صديق الامس مع منافس اليوم، ومن يريد المتعه فليتذوق. شوف القطايف وشوف الحلويات. اول ما خارج حروفه محتاجه يقول الجمله تاني عشان سجلوا الهدف التاني، محتاج جلسات كهرباء علشان يعرف انها كوره مش قوره. او برضو اللي محتاج يعمل عمليه اللحميه قبل ما يبتدي ان هو يطلع على المايك ويبتدي يزعلنا، علشان احنا خلاص هنرجع وقرفنا من كتر عفوا ما تقوليش عفوا، انا مش قابل اعتذارك بعد اذنك، روح نف وتعالى بعد كده كمل اذاعه يعني. او اللي بسبب العداله الالهيه اللي نزلت على استاد باليرمو سنه 90 قرر ان هو يذيع وماشي رمضان طبعا احنا بعد ما بنخلص حاله الرياضي مكتمله الاركان دي كلها، احنا مش بنخلص على كده، لا احنا بنحلل الكلام ده، بنحلله تحليل بول وبراز. مين بقى اللي بيحلل الكلام ده؟ اللاعب السابق كرم المتوفي، لاعب نادي الميت FC، وبرضه موجود معانا في الاستوديو كابتن سامح اسهال، نجم واسطوره نادي العيان، مع الشيخ الدكتور المهندس الكاتب اللاعب السابق والفيلسوف والناقد الرياضي. انا بصراحه مش فاهم شغلانه الناقد الرياضي في مصر. انا لو شغال ناقد رياضي في مصر، انا كل ماتش هقول كلمتين ما لهمش تالت، هقول ايه؟ وحش. ما فيش كلمه توصف اللي احنا بنشوفه ده غير الكلمتين دول. بنقعد نحليط ونحفلط ونفلط ونجيص في الاستوديو في ضيافه طبعا المذيع المحايد جدا جدا، او المذيع اللي هو بيتنشأ على اي كلمه حد من الضيوف يقولها علشان يعملها ترند، او المذيع اللي هو مش فاهم حاجه لكن هو فاهم حاجه واحده، ان مراسلنا وكرتنا المصريه زي الفل. 3 ساعات قبل وبعد الماتش بنتكلم في اي حاجه غير كره القدم، علشان الماتش اللي اتلعب ده كان بعيدا تماما عن كرة القدم. خليني اعرفك بقى على اخر متهم في جريمة الدوري المصري، وهو انت. ايوه انت. واسمح لي يعني انتهز الفرصة واشيل كل الفلاتر اللي انا كنت حاططها من اول الحلقة علشان ما حدش يزعل، وخليني برضو انتهز الفرصة ان انت دلوقتي متجرد من جميع الوانك الخارجية وملابسك الداخلية، واقول لك انت كمشجع كورة متهم في اللي احنا بنشوفه في الدوري المصري ده، ومتهم رئيسي بتتوجع له اصابع الاتهام في جريمة الدوري المصري. المشجعين اللي دلوقتي
دلوقتي بقوا اغلبيتهم لا مؤاخذه يعني، انا اسف لا مؤاخذه يعني في التشبيه، بقوا عاملين زي 2 نسوان قاعدين في البلكونات قدام بعض، راميين صدرهم على البلكونه، وقاعده دي ترمي كلام على دي، ودي تقعد تناكف في دي، وعمالين طول القعده عمالين بيلقحوا على بعض بالكلام. التشجيع بقى عباره عن معايره، بقينا بالظبط كاننا قاعدين في فصل في ابتدائي في شلتين قاعدين بيرخموا على بعض. احنا بقينا نستنى اللقطه اللي في الماتش علشان نعملها ترند او ميم او تيشيرت مثلا برضو ونلبسه ونمشي بيه في الشارع. اصل هو الماتش ما كانش فيه حاجه، هو ما كانش فيه غير الحاجات دي. احنا ما بقيناش مستنيين نتفرج على كوره، لا احنا بقينا مستنيين لقطه علشان اعرف صاحبي ازاي، بقينا مستنيين لقطه علشان نعرف نقعد نعدد على النت ازاي، بقينا مستنيين حاجه بتحصل علشان تشغل لنا يومنا تاني يوم ونقعد نتكلم عليها، ولقطه ملهاش اي علاقه بالكوره، يعني مش ترقيصه مثلا، لا زحلقه، لعيب دخل فيه جون مش عارف عامل ازاي، حكم مش عارف عمل ايه. انت كمشجع بقيت رابط سعادتك وحياتك وفرحتك كلها باقدام 11 مليونير، ربنا يزيدهم طبعا، والله مش بحسد والله، بس هو محدش عارفك، محدش مهتم باحساسك. انت كمشجع ناسب لنفسك مجد زائف انت غير مشترك فيه تماما بالمره، وانت بتبقى فاكر نفسك ان انت لعيب بتلعب معاهم، وانت صدقني والله انت ولا حاجه، انت ما بتبصلكش اصلا، انت مجرد موظف ما بيعملش اي انت مجرد فيو. فرقتك تكسب تقعد تقول انا والحديد التنا، او مثلا صاحبك فرقته خسرت ولا حاجه تفضل تقول له انت على سن انت كنت بتلعب مع فرقتك لما كسبته وهو كان بيلعب مع الفرقه لما خسروا. انت كمشجع رضيت بالكواليتي الكاكا دي، فطبيعي جدا تبقى هو ده حال الدوري المصري. انت عنصري ومدلس طول ما اللي بيحصل في صالح فريقك، انت بترفض الاختلاف وما بتسمعش غير نفسك، ويا ريت صوتك جاي من جوه دماغك. للاسف ساعات بيبقى صوتك جاي من شويه صفحات متلونه، صفحات بيدفع لها فلوس علشان تفضل الحرب دايره ويفضل البيف شغال، صفحات لا ليها في تشجيع النادي بتاعك ولا حاجه، هي اللي هيدفع اكتر هنتكلم عليه. ساعات بيبقى صوتك جاي من لا مؤاخذه يعني كام واحد ما بيفهمش في الكوره اي حاجه، بس هو قاعد بيضحك عليك، هو حافظ له كام كلمه بوم طخم اللي بتعجب حضرتك. او ممكن برضه صوتك يبقى جاي من واحد مش عايز اي حاجه غير المشاهدات، وبيضحك عليك بوهم حب النادي او بوهم الحياديه، ويقول لك بصوا يا جماعه، بصوا غريمي بيعمل ايه يا جماعه، يا نهار ابيض انا مع اني بخطين بس دمي كله مليان كرات حمراء. او واحد عامل فيها فود بلوجر وقاعد عمال بيقيم صفر مصري. انا اسف بس انا مش عارف بصراحه مين هو المتهم الاساسي في جريمه الدوري المصري دي كلها، لكن كل اللي انا قلتهم على مدار الحلقه دي هم مشتركين وبنسب بتختلف. بس خليني اقول لك في الاخر ان الكوره هي الرياضه يعني مكسب وخساره، الرياضه التنافس فيها شيء بيديها حلاوه وطعم مختلف. الكوره في اي حته في العالم هي صناعه بيستفاد منها كل الناس اللي مشتركه في جميع عناصر اللعب، مش لا مؤاخذه هنا يعني زي ما عندنا كده بتتسمى اكل عيش. الكوره بره هي حاله بيعيشها المتيمين بفرقهم، سواء اذا كانت ببطوله بقالها كام سنه ما دخلتش النادي، او حتى بماتش حلو عملته قدام فرقه جامده. الكوره حلاوتها في اختلافها وفي الوانها، فما تبقاش عنصري يعني وتقعد تعمل الشغل ده لو حد قال لك ان هو بيشجع لون تاني غير اللون اللي انت بتتفرج عليه. بص حواليك كده، بص انت كنت اقوى دوري موجود في المنطقه حواليك، وحتى الديربي بتاعك كانت كل الدول اللي حواليك بتتهافت عايزه تاخد اقوى ديربي عندك ما بين الفرقه الحمراء والفرقه البيضاء يروحوا يلعبوا مع بعض عندهم في الدوله بتاعتهم. لكن بص دلوقتي شوف الحال بقى عامل ازاي، شوف الدوري بتاعك بقى عامل ازاي، بقى دوري تعبان. بس يا سيدي خلاص انا خلصت، فانت قوم كفايه تجرد لحد كده، قوم البس يلا وما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه. طبعا لو الحلقه عجبتك ما تنساش ان انت تعمل لايك، لو ما عجبتكش يبقى انت لا مؤاخذه ما جربتش كويس، فروح تجرد من كل حاجه وتعالى كمل فرجه على الحلقه. اكتب كومنت برضو قول لنا مين هو المتهم الرئيسي في جريمه الدوري المصري دي، واكتبوا لنا برضو تحت في الكومنتات عايزين نتكلم في ايه عن الحلقات اللي جايه. اتمنى اللي حصل في اول الحلقه ده يعجبكم، يعني اتمنى المطالبات الفظيعه باللي انتوا كنتوا بتطلبوه، اتمنى ان خلاص يعني نهدى شويه في الموضوع ده، ولا انتوا ايه رايكم؟ وعايز برضو اخد رايكم في حاجه. بصوا يا جدعان انا بحب الكوره وبحب الجيمز، فانا في فكره كده في دماغي، يعني لو كتبتوا لي في الكومنتات هعملها وهتبقى ليها علاقه بالجيمز وهتبقى برضو ليها علاقه بالكوره، فلو حابين نعمل حاجه زي كده، بس مش هعمل حاجه زي كده واقعد اتعب فيها واجيب
حاجات وبتاع ونعمل الكلام ده كله، وفي الاخر ما الاقيش حد بيدخل يتفرج عليها. فمش عايزين بقى ايه، مش عايزين الكلام ده. ما تنساش برضو انت تعمل فولو على الانستجرام وعلى التيك توك علشان تشوف الشورتس الصغيره والحاجات اللذيذه اللي هناك دي. لو انت عايز حد كول عندك على الفيد اعمل فولو بقى على الانستجرام. حلقه طويله اهي، حلقه من الكومنتات اهي، فما تنساش بقى تقعد تعمل الحاجات بقى اللي هي بتاعت اللايك والكومنت والسبسكرايب والاشتراك وكل الحاجات اللي هي اللذيذه دي. بس يا سيدي كنت معاكم انا محمود النجار، وده كان همي يضحك. وخلي بالكم من نفسكم وما تزعقوش مع بعض في حاجات بقى ليها علاقه بالكوره، ما تخسروش صحابكم عشان حته الكوره مدوره. وسلام عليكم. والله تعبتينا يا كرة القدم، تعبتينا يا كرة القدم، وحلقة طويلة للغاية. بعدين انت لازم تطلع لعيب كوره. انت مش عايز تفرح ماما ولا ايه؟